انطلقت اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة الدورة الوطنية التكوينية الموجهة لقادة التدريب بالكشافة الإسلامية الجزائرية، وهذا بمشاركة ممثلين عن الكشافة التونسية والليبية. وتهدف هذه الدورة التدريبية التي أشرف على انطلاقها القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية عبد الرحمن حمزاوي إلى تعزيز قدرات الجيل الجديد من القيادات الكشفية، وكذا إعطاء دفع قوي ونوعي للعمل الكشفي والتربوي في ظل التحديات التي يواجهها المجتمع، والتي تحتاج إلى قيادات مثلى تساهم في تربية النشء. وأكد في هذا الإطار على أهمية تنظيم مثل هذه الدورات التكوينية بغية تأطير المشاركين وتقوية معارفهم في مجال القيادة الكشفية، وتحضيرهم للتكفل الأمثل بالمنخرطين الذين بلغ عددهم حاليا 300 ألف. كما أبرزوا ضرورة تعزيز العمل الميداني وتكثيف الجهود من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من المنخرطين وبلوغ النوعية في مجال التأهيل والتأطير وتحسين الأداء والاحترافية لفائدة قادة الكشافة في كل هياكلها.